السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يوم جديد وفيديو جديد. النهارده معانا معلومات حلوة قوي، هنتكلم عن موضوع مهم جدا. بس قبل ما نتكلم نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايزاكم يا بنات تصلوا على الرسول في الكومنتات كتير، عايزاكم تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان القناة تكبر بيكم. النهارده معانا موضوع عن الأولاد ومذاكرتهم. النهارده جاية أقول لكل أم: جبت المكتب ولا لسه؟ المكتب بتاع ايه يا فرح؟ المكتب بتاع المذاكره. انت عايزه ابنك يخش الجامعه تبقى تحضري له ادوات للمذاكره. لكل حاجه ليها ادوات، المذاكره ليها ادوات، المكان ليه، يعني لازم المكان تهيئي له ان هو يذاكر فيه. المكتب اهم حاجه للولد ان هو يذاكر فيه. عايزه ابنك يكبر يخش الجامعه ويبقى ناجح ومتفوق، هاتي له المكتب اللي يكتب عليه. يا جماعه احنا مش عايزين المذاكره بتاعت اوضه النوم ديت. مش عايزين نذاكر الاولاد تذاكر على السرير. مرفوض باتا ان الولد يقعد على السرير او البنت تذاكر. مش حلو خالص. ليه المكتب معمول في اوضه النوم؟ ليه معمول؟ يعني المكتب معمول ليه المذاكره على السرير في اوضه النوم؟ لو في مكتب ماشي، ليه المذاكره في اوضه النوم على السرير؟ ممكن نعمل جنب حلو كده يذاكروا فيه الاولاد، لكن بلاش على السرير دي خالص. هيقعدوا على السرير شويه يروحوا نايمين، مش هيذاكروا. والله لو فرضوا الكتب قد كده، حتى مهما تجيبي لهم سندوتشات وعصير وكده هيناموا في الاخر. عايزه ابنك ينجح ويخش الجامعه، عوديه من ابتدائي ان يبقى عنده مكتب. تشتري المكتب ان شاء الله يتوفروا الفلوس الكافيه للمكتب، تحضري له قبلها بفتره ان انت يبقى موفره مبلغ للمكتب. جيبي مكتب على قد ايدك، في مكاتب مستعمله، لو انت قادره تجيبي الجديد هاتيه. مكتب حلو جدا. اولا نظام في الغرفه، تاني حاجة هيكتب عليه، هيسند عليه، تالت حاجة هيحط عليه أدواته متنظمة ويبقى فيه دراج نظم فيه حاجته. المكتب من فوق شكله حلو، أباجورة، ممكن المنبه يصحيه، تعملوا له كده جو حلو للمذاكرة. صدقيني لما تعملي جو حلو هيعرف يذاكر، هتفتحي نفسه على المذاكرة. أنا جاية أقول لك اهتمي بالمذاكرة، إن أنت تحضري الأدوات. إيه هي الأدوات؟ مش القلم والكراسة والمسطرة والأستيكة، لأ، بقول لكل أم ادوات للمذاكره اللي هي بتساعد الولد وتفتح نفسه على المذاكره. اول حاجه المكتب. قبل ما تجيبي الكراريس والاقلام والاساتيك والمساطر هتجيبي له المكتب وتوضبيه وتلمعيه وتنضفيه وتنظمي عليه حاجته. صدقيني هيفرح بيه. شنطته تبقى على المكتب، هيجي من المدرسه هيحط الكتب ويبدا بعد ما يتغدى يذاكر ويعمل الواجب. اعملوا له روتين وساعديه، خدي بايده، مش كل حاجه اقعد ذاكر، ما انت اعملي له جو للمذاكره وتابعي معاه الواجب. ولو حاجه واقفه قدامه ساعديه فيها. حاولي ان انت تذاكري الواجبات بتاعته. انا كنت بجيب كتب اولادي واقعد اراجعها، اقرا الدرس قبل ما اقعد معاهم عشان افهم وابقى افهمهم. افهمي انت الاول عشان تعرفي تفهمي ابنك. الموضوع ده يا جماعه مش صغير، موضوع حلو كبير. الاهتمام بالمذاكره والتعليم عشان تاسسي ولد يطلع للجامعه ويبقى دكتور ومهندس، لازم تديله الادوات الصح ليه. 1 2 3 حضري كل ده، اوضته تتنضف، سريره يبقى مترتب ونظيف، كل حاجه تبقى عنده طول السنه الدراسيه اهتمام اكتر من السنه كلها. يعني انت اذا كان طول الاجازه قاعد بيلعب ويسهر وينام، لا، انت تظبطي له نومه وتظبطي له نظامه وحاجته والروتين بتاعه طول السنه الدراسيه. خلاص قربنا على نص السنه، امتحانات، لازم تعملي لهم جدول. حضري المحاضرات بتاعتهم، جداول يا جماعه، جداول. زي ما انت بتهتمي بحاجتك انت اهتمي بحاجته. بالجدول بعمل له، بنظم له حاجته، خدي بايده وساعديه. لو هو مستهتر صدقيني وانت لو نظمتي له الدنيا هيبقى كويس جدا. لا يسمع كلامك، تفتحي نفسه على المذاكره، وان شاء الله اخر السنه هتلاقي نجاح وتوفيق. حبيت اقول الفيديو البسيط دوت بحيث ان غيري يستفيد، ان انا كنت بعمل الحاجات دي لاولادي وهم صغيرين، ان انا بهيئ لهم جو للمذاكره وبقعد معاهم. خلي بالكم لازم تعملوا وقت للعب في وسط المذاكره. لازم نهتم باولادنا. لكل ست بيت ولادك نور عينيكي، لازم تاخدي بالك منهم، من كل حاجه فيهم، كل خطوه فيهم، في هدومهم، في اكلهم، في شربهم، عشان تبقى نبته صالحه ليكي وتبقى حاجه تفتخري بيها في يوم من الايام. ان شاء الله تبقى القناه عند حسن ظنكم، واشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.